عسلامة الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله يجيكم الفيديو وانتم في احسن الاحوال، ان شاء الله نسمع عليكم اخبار حلوه مزيانه. خلينا نصلي على النبي ككل مره، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ثم خلينا نرحبوا بالمشتركين الجدد، نقول لهم مرحبا بكم، ان شاء الله يعجبكم محتوى القناه. والمشتركين اللي قدام زاده مرحبا بكم الناس الكل ان شاء الله. كما تراو بديت الفيديو بصحاي نعجة نودكم ونشهيكم. ذاك فطرت الصباح كما قلت لكم، راني ما نربطش روحي لا بحلو ولا بقهوه ولا حتى شيء، نجم نفطر الحار. وي افكتيفمون فطرت الحار، فطرت عملت عجة انا وولدي، البنة فوق الخيال. وكما تعرفوا الحار ينشط، وكما قاعدين تشوفوا انا لم في الحوايج وذي الصباح بكري مازالت الشمس ما زرقتش. النهار هذا الفيديو مصور نهار الخميس، مصور تقريبا بكله نهار الخميس. عطيلو بروغرامي باش نمشيو للبحر ومشينا وصايي وانا عندي صابون منشور كما ريتو المره الاخرى الفيديو اللي فات. كي قفلت الصاله نحيت الجتيات وغسلت، نحيت الليناب، نحيت الناب تاع الطاوله تاع الناب تاع طاوله الكلوار كل حسيل وغسلت. وعندي زاد حوايج تاع لبسه زاد غسلتهم حسيل. وقمت الصباح قلت ما نمشي للبحر ما تبدا دنيتي مريقله وصابوني بطوي وكل شيء مريقل. مشيت للسطح ولا طويتهم في السطح كما قاعدين تشوفوا. طويتهم وحطيتهم في الكنسترو ذاك وروحت بهم حطيتهم. حق مازلت ما فرشتهمش لحد الان، مازلت ما فرشتهمش. هم انا صلا حسيلو مش ديما نفرش الجديد، كل مره هكا مره هكا كي يبدا ما فماش فيها دهك من ما نفرشهمش. وبعد عندي شنو عندي يا ربي. حسيلو برشا حتى برشا حاجات عملتهم وما صورتش. كما قلت قاعد نحضر في روحي باش نمشيو للبحر. عملت فريكاسيه هاكم باش تشوفوا معايا، عملت سيترون. حضرنا حسيلو سيكان وكل شيء. ومشينا للبحر، عدينا نهاير حلو مزيان واللي هو البارح الخميس، راس السنة الهجرية مرة أخرى. إن شاء الله مبروك عليكم الناس الكل، وإن شاء الله ربي يحييكم لمثاله. لا إله إلا الله. حسيلو هذا الفيديو كامل هو نهار كامل كيفاش عدينا في البحر، وزاد قبل ما نمشيو للبحر زاد كيفاش عديت وحضرت ما لازمنا. وبعد كي جيت كيفاش غسلت صابوني وزاد المناشف واللبسه لبسناها ونشرتو ديجا هاكم باش تشوفوا هذا الكل حطيتيلو الاخر الفيديو. كما قلت لكم فما زاد حوايج نتاع اللبسه زاد هكا طويتهم. روحت بهم مع الصباح جاب ربي شاحوا غسلتهم اخر وقت، يعني قبل النهار هذاك اخر وقت، يعني ليله كامله عدوها هما منشورين والحمد لله جايين تحت سقف، لا شمس ولا حتى شيء، وحتى الريح مش بالقوي يعني كي يبدا يهب عليه. خلينا نرجعوا للمشتركين في القناه وللناس اللي تتبع فينا وللناس اللي تعجبهم القناه. هذه فرصه باش نسلم على اخوتنا الجزائريه اللي قاعدين يتفرجوا فيا. فما نسبة كبيرة تتفرج فينا من الجزائر وكذلك من المغرب، والنسبة الكبيرة تونس. مرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله نكون في مستوى تطلعاتكم من القناة، ان شاء الله تعجبكم القناة زادة. كما ريتوا لهنا طويت الحوايج في السطح وروحت زاد عندي كنسترو كما ريتو هذاك السبت هذاك معبد بالحوايج. حسيت لو كيما تعرفوا الصابون حوايج مغسوله تستنى في الطويين وحوايج تستنى في الغسيل وحوايج قاعده تتغسل. قمت بكري على اساس اني باش نمشي للبحر باش نخلي الدار نظيفه، وباش نخلي زاد نخلي لها اللي في الدار نخلي لهم ماكلتهم، واللي وباش نمشوا زاد احنا باش نهزوا ماكلتنا، نخلي معوني نظيف حوايجي نظيفه. دنيتي مرتوبه. حسيلو تعرفوا كي واحد يمشي للبحر يروح يدوش ويرقد، على هذاك قلت خليني باش كي نروح نلقى الدنيا مريقله دوب واحد يدوش ونرقد. وهذاك اللي صار، هذا اللي باش تشوفوه في الفيديو. كملت لهنا تويت الحوايج، وكما تعرفوا كي نطوي الحوايج كل واحد وحوايج، احنا بطبيعتنا كل واحد وبيته. ولدي نحط له حوايجه وحدهم
وفي بيته، وبنتي زادها كيف كيف. أنا زاد حوايج نحطهم في جالسي حسيلو. تعرفوا نعمل في المونتاج. حسيلو تقريبا تويكا 8:15 بالضبط، واليوم الجمعة إن شاء الله جمعة مبروكة على الناس الكل. حسيلو نسمة 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 اليوم نهار مروح ما شاء الله، والله العظيم من الصباح حتى لتوا معناه. تعرفوا نسمة نسمة كي نلقى نعديه لكم بالتليفون، أقسم بالله نسمة تهز العقل. أه هاني قاعدة نعمل في المونتاج وميم طون نشم في النسمة حسيلو ونستمتع به. هذيك اللي في يدي هذيك ملحفة كانت حسيلو كانت عند بنتي، هي متاع كشكوات، مش كشكوات، استغفر الله يا رب، غلاف جراية. والقماش متاعها قطن حسيلو يبرد محلاه. هاكا عطيتها لها قلت لها تغطى به، ومحلاها حاجة تشريها من الفريب بالقماش نتاعها والله العظيم. ما نعرفش يعني حسيلو عبارة مصنوعة للحاجة هذيك بالذات. بصراحة أنا يعجبني الفريب وتعجبني حاجته سواء في اللبسة ولا في الملاحف ولا حتى فك الليناب وكل المناد اللي تشريهم للكوجينة. حسيلو بصراحة حاجة الفريب والله احنا التوانسة بكل صراحة مش عارفة بلاش فريب شنو باش نعمل. وانا نعرف برشا عباد يحبوا الفريب ويحبوا حاجة الفريب، حتى في المعون وحتى في اي حاجة في التناجر حتى توا ولت سريبس توا يبيعوها كاملة بريسك من الفريب. هاك واحد عصفورين بحجرة، كاليتي وزيد اقل شو، وحتى كان معناها جا سومها أكثر يعني تستاهل حاجة، تستاهل تداوم معاك ومنظر وسعسلو ومنظر وقيمة هكا في الكوجينة ولا في اللبسة ولا كما قلت لكم. حضرت الحوايج طويتها لميت الدنيا وجيت باش نعمل السيترون باش نعمل معاه زاد فريكاسي وشنو اخر يا ربي طيبت التاء. وبنتي نعرفش بنتي شنو جابت، حسيلو بنتي جابت الغله وجابت الحلو. تفرجوا معنا في الاخر باش بنتي باش تعمل عيد ميلاد ولدها عملته له في البحر. تفرجوا معنا حسيلو واستمتعوا. الفيديو فيه 26 دقيقة مش طويل برشا. اللي وصلت لهنا ما تنساش تنزل الجيم، واللي زاد عرضها الفيديو لأول مرة وما اشتركتش فاستنى أختي اشترك في القناة. هذا بالطبيعة راهو فضلا وليس أمرا، وبالطبيعة كان عجبتكم القناة. نرجعوا للسيترون تاعنا. كما تعرفوا طريقتي في السيترون اللي هي في الأصل مش طريقتي، معناها خذيتها على شكون يرحم والديه. خذيت كما تراو خذيت قديش من كعبة، 7 كعبات هوكم قارص. نحيت لهم القشرة البرانية هذيك، برشتهم هكا شوية بالسكينة، نحيت القشرة البرانية هذيك اللي تراو فيها في الصحن هذيك خباها، والبيض اللي من داخل هذيك اللي تعمل المرارة نحيها هكا. نكمل نقشرهم الكل بالطريقة هذيك، وبعد نقصهم مرسوات ونحي القلوب ونرحيهم فاصيل معناها ما فيه ماهوش صعيب. احنا كده من مرة معناها هبطت فيديو في القناة كيفاش نعمل السيترون. اما بحكم انه صيف وتعرفوا نستحقوا السيترون مش حتى نستحقوا معناها مذاق لذيذ هكا يقولوا في الصيف، وكما يقولوا كاس وكعبة. السيترون حسيلو الدنيا سخانة هكا يبرد وفيتامين سي في نفس الوقت. وبعد جبت الهشوار رحيتهم وامي ياكل هشوار تعمل هكا ترحافيصة في صوبة بطبيعتها القارص ساهل يعني ترحافيصة. لهنا هاكا كما قلت لكم نقص فيه مرسوات باش نقصه بالطريقة هذيك باش نجم نحلو القلب نتاعو. لهنا هاكا نرحي في الهشوار، نرحي في
هما المحلة 7 كعبات طيحوا لي برسك 4 رغد. حطيت لها سكر فانيليا ورحيته بالطبيعة. لهنا هوكا بنكهة الزهر. هذاك اللي عندي حسيلوان انا مش بالضرورة معناها الزهر اللي لازم نحطو الزهر. ملفك يبدا شتي ويبدا وقت البرتقال نحط معاه البرتقال حسيلو يجي محلاه. فوالا هذوما هوكما السيترون تاعنا. وجيت لهنا باش نعمل فريكاسي عملته بالسميد، سميد الرطب وزدت شوي فرينه. خذيت السميد هذاك، خذيت كيلو سميد بما ان معناها باش نهزوه معانا، معناها عملت كونتيتي باهيه. خذيت كعبتين عظام، خذيت شطر كاس زيت، خميره فوريه باكو شويه، حطيت لها شوي سكر باش تتفاعل فيسا، حطيت زاده شوي خميره، خميره المرطبات هذيك، وحطيت بالطبيعه ملح. وكيما تراو هكا حطيتهم خلطتهم مع بعض. هذوكم الكعبتين العظام، وبالطبيعه باش نلمها العجينه هذيك ونخليها تخمر. فوالا هذيك التكستير نتاع الباط نتاعنا باش نحطها في الساشي ونخليها تخمر، تاخذ وقت نتاع الخميره. وبعد بالطبيعه راني عجنتها لهنا، عجنتها بالكدا بالكدا. فوالا حطيتها في الساشي، غطيتها بمنديل وخليتها خمرت. والتصوير السكسيسيف معناها خذات وقتها وخمرت وصايي. لهنا صايي خمرت تو جبتها وعجنتها، زاد عجنتها بالكدا بالكدا. كان باش نحط العجينه ونحط الوقت نتاع معناها باش تاخذ الفيديو باش يطول علينا برشا. وفوالا لهنا عجنتها وقسمتها على 4 خبزات صغيرين باش نحلهم. جبت القلقال زاده باش نحلهم، وجبت زاده السحفل باش ناخذ به المقاس نتاع كعبة الفريكاسي. ملفه نعمل بصحفه هكا نتاع صحفه نتاع كريمه، تجي الكعبه صغيره. المره هذيك عملتها كبيره باش هكا بما ان ماشي البحر باش ما يبقاش واحد كل مره يجبد كعبه، كل مره هكا فرد مره كعبه تشبع. عباره كسكروت حليت بالقلقال وتحلوهاش على الاخر، معناها ترهفوهاش باش كي تحطوها تقلوها تنفجر لكم هكذا. فوالا لهنا هكا وتعملوها كالفورمه اوفال نتاع كعبة الفريكاسي. هكا باش تشوفوها من بعد كي كملتهم كيفاش الكل. حصيلو حطيتهم في اطبقه، فرشت لهم منادل وحطيتهم باش ما تلصقليش في الطبق. وبعد غطيتهم بالطبيعه وخليتها زدت خمرت يمكن حكاية 4 ساعة. وبعد حطيت الزيت سخون بالكدا، وبعد حطيت نقلي فيه. حاسيلو جات راكم تشوفوهم الكونتيتي قداه. هو راه مش بالضروره بالسميد، انا حبيتها بالسميد حاسيلو الرطب. عندي فرينه اما ما حبيتهاش بالفرينه. اما انا نورمال راهي تجي زاده بالفرينه، ماهيش اللي يحب يعمل بالفرينه يعمل بالفرينه. هنا كملت حليتهم حسيلو ذيك الوحده الاخرى الخبزه الاخرى. ولا هذوما الفريكاسي نتاعي كما قلت لكم كبرت فيهم يعني متعمده. راما في العاده نعملهم صغار الكعبات خاطر باش نهزوهم وباش ما نبقاش غسيلو باش كي اللي ياكل كعبه ما تشبع. مش غطيتهم كما قلت لكم لهنا، غطيتهم وخليتهم غسيلو خذاو وقتهم. جيت لهنا حطيت الزيت يسخن، خليته سخن بالكدا بالكدا. وجبت الطبق، اول طبق حليته معناها الطبق الفريكاسي اللي عملتهم الوالي اللي شكلتهم الوالي. من غادي وقتها نطيب في فطور نص النهار مقارونه كما قلت لكم. ما مشيت ما خليت لهم ماكلتهم، خليتهم امورهم واضحه. لهنا قليت وصايي وهو الفريكاسي نتاعنا حاضر.
حسيلو جا محلاه جات الباط خفيفة وشوشة ما تحكيش. ولهنا هذيك العظام حضرناها سمطناها باش نعملو الفريكاسي. حضرنا زادا المعدنوس والبصل، حضرنا البطاطا مسموطة، اهو كالطن الزيتون. فوالا هذوك زاد الفريكاسي نتاعي حليته بالمقص باش يجي ساهل. خرجتهم بنتي حسيلو عبتهم، هي اللي عملتهم. حسيلو الفريكاسي عندك الفريكاسي والملاوي حاجات تتكلي على البحر ويجو كسكروتات هكا ساهلين باش ما يبقاش واحد تلفهم هكا وتحضرهم. انا لفيتهم في البابي الومنيوم. حسيلو اللي جوع يهز كسكروت في يده، ولا يقلق ولا تعب ولا يديه تتمسخ بالرمل ولا حتى شيء. كما قلت لكم اهو لفيتها بالكل في البابي الومنيوم وحطيتهم في الشقاله هذيك وهزيناهم. هذاك فطور ولدي. المقرونه عملتها بالعلوش، ما ياكلش علوش، خليت له فريكاسي هذاك اللي هو هذايا التاي نتاعي طيب باش هزيناه طاب هو صايي وقتها. وباش ولهنا مشينا وصايي لهنا قاصدين ربي ماشيين للبحر. عبينا دبشنا هسيلو هزينا ما لازمنا ومشينا. انا راكبه بالشيره واحنا ماشيين من هنا على اليمين راكبه، هاو كان صور لكم على اليمين. ملف المره الاخرى صور على اليمين وعلى اليسار. المره هذيا بحكم اني راكبه بالشيره اللي على اليمين هاو كان صور لكم على اليمين. شوفوك الطبيعه، شوفوك الدنيا محلاها. حسيلو كانت في الربيع خضرة محلاها. توا سيزون تاع فلاحه وحزدان. الدنيا محسوده، الدنيا حسيلو سبحان الله والله العظيم. وين تتشيع عينك. فوالا استمتعوا معايا بالمناظر الطبيعية. حسيلو محلاها وانت تصور هكا تبدا راكبة على في كرهبة ولا حاجة وتصور في المناظر الطبيعية. ساعات تجيك تصويرة هكا مزيانة هكا مش لا قاصدها ولا حتى شي، تجيك خير من انك تبرمج لها وباش تصورها. حسيلو مشينا لهنا هذيا فما قنطرة في بنزرت يعملوا فيها تقريبا في بلاصة الجسر المتحرك هذاك. حسيلو مشروع كبير برشا، مشروع هايل. احنا نصوروا حاجة لنا نخدموا في صحافة ولا نعملوا في حد شيء، اما كي تبدا حاجة هكا تنفع البلاد والعباد رانا نصورها. عجبني البروجي كبير برشا، نصور فيه ترافو كبيرة واشغال كبيرة. ان شاء الله مبروك على بنزرت بصفة أولى وعلى بلادنا كل خاطر هي باش يستنفع بها اللي وارد بنزرت والبنزرتية معناه كسوا البنزرتية اللي يعيشوا في وسط بنزرت ولا الأحواز ولا الولاية ككل. لأن وصلنا للبحر مازلنا ما وصلناش للبلاصة باش نقعدوا فيها، أما في الكورنيش كالعادة مشينا للكورنيش مرة أخرى. بلاصة مزيانة، بلاصة حلوة، تلقى وين تقعد ما تستحقش باراسول. حسيلو حتى تقعد وما تعومش، حتى تقعد وتتفرج في البحر سيديجا تبدا متعة ما كيفاش. ومعروفة هي البلاصة هذه في بنزرت يعني يمشولها برشا عباد لخاص اللي يسكنوا غادي ويكريوا فيها ويكملوا فيها. شوفوا البحر، شوفوا محلاه ما شاء الله. وكي تخسر البحر هكا واحد يسرح في عالم محلاه حسيبها المتعة والنسمة الباردة. احنا لهنا مازلت ما هبطناش يعني للبحر بالضبط، نزلنا من فوق وين الدروج حسيلو اللي الناس اللي يعرفوا بنزرت. قلت لكم هكا نزلنا فوق هكا نسلفوا مع البحر. قلت واحد تجي فرصة هكا متاع بحر ما فلتهاش. بنتي هاي ما هاي يا بنتي. مشينا واستمتعنا والله الحمد لله. قربي عاد قربنا البحر بديت نصور. فوالا لهنا هذيا ولد بنتي يلعب حسيلو برمل. الحالة مش عارفة شكون عمل معاه والله مش عارفة.
مش وحده حسيلو يصور. ماشي صار حسيلو ما احلاه قلعة يقولها، نعمل قلعة ما شو عند محلاه امه المنظر، شو يركش. محلاه البحر. هاي بدت الموجة تبرد العصير. وبعد حسيلو شنو نحنا بعد عملت عيد ميلاد ولدها. فوالا، كل عام وهو حي بخير. لما حل هو في جويلية، اما بما ان مشينا قلت ميساج خليني نعمل له ان شاء الله كل عام وهو حي بخير يا رب. هكا جبت خبزة جاتو وصورته حسيلو هذه أجواءنا كانت في البحر، وهذه أجواءنا كانت البارح اللي هو الخميس، وهذا هذه أجواءنا كانت نهار رأس العام الهجري. كل عام واحنا حيين بخير يا ربي، الناس الكل والناس اللي تتفرج فيا والناس المشتركة في القناة، الناس اللي تتبع فيا. هذا هو. كفت ماما تواي. وهذا كيجينا مروحين مخر حسيلو الشمس تنست كيف بوقت الدنيا بدات تطلع الغروب. وقت غروب حسيت محلاه المنظر ومحلاه نسمة البحر وقتها ومحلاه حتى اصلا تحسو سخون ولا كيفاه محلاه حسيت. هو كان جا واحد مازال عنده وقت اكثر وفي الوقت هذاك معناها رانا قعدنا اكثر واستمتعنا اكثر. هاكا متعتكم معايا، هاكا وديتكم بتصاور مزيانين وروحت عاد روحنا البارح، وهذايا اليوم غسلت الحوايج. اما قبل ما نغسلهم شللتهم من الرمل، عبيت لهم البانو بالماء وشللتهم حسيلو، خليتهم تسقطروا بالكدا وبعد حطيتهم في الغسال. خاطر سمعت واحدة من الأخوات عند صاحبة قناة حسيلو قالت راهي تفزدلكم إذا كان تغسلوا الحوايج وهي برمل الغسال. وليت شللتهم نحيت لهم كرمل كسوا السيكان ولا حوايج اللبسة ولا المناشف، نحيت لهم كرمل وبعد حطيتهم في الغسال، خليتهم تسقطروا بالطبيعة من الماء وبعد حطيتهم في الغسال. والماء هذاك ما طيشتوش سقيت بيه، عندي حسيلو نبتات زكيت بها من نبتاتي اللي في الجردة حسيلو جا هبطت فيها فيديو، ان شاء الله تو مرة اخرى للناس اللي ما شافتش نزيدو نهبطو فيديو اخر. هذاك الجون هذاك الساك اللي هزينا فيه، خليت برسك البانو لهنا، جبت الكرسي حطيتهم فوق وخليتهم تسقطروا بالكدا حسيلو. وكان انا ننصحكم اللي اللي كان باش تغسلوا حوايج ما تحطوهمش ديريكت في الغساله بالرمل، تحطوهم في الغساله تغسلوهم قبل ما نحولهم من الرمل حسيلو ومن بعد تحطوا في الغساله. نحو عليكم الريسك تفسدش ولا حاجه. محلاها اجواء البحر ومحلاها اجواء الصيف ومحلاها خرجات الصيف، الخلاعه متاع الصيف. تجيكم فرصة استغلوها، تجيكم فرصة ما تفلتوهاش. حتى واحد ما تبقالوش الصيف كما قلنا برشا مرات راهو ضيف، تو عهدك بيه لا جا الخريف صيت ولا شتات ولا لذا خلينا نستغلوا احنا في جوا لا محالة في اواخر جوا. اما نستغلوا الصيف، نستغلوا الصيف ونتفرهدوا فيها فروحات مهرجانات بحر خرجات. تقريبا فيديونا لليوم في عمره مازال دقيقة ونص. ان شاء الله ما خليت لكم كان الموجات الايجابيه، ان شاء الله خليت لكم الرغبه هكا في التفرهيد وفي المشيين للبحر، اخلقوا فرصه هكا ورفعوا على رواحكم. لاني هكا كملت كما قلت لكم نحيت لها مكرمل والله الماء بقى فيه كدس رمال،
يعني خير واحد كي شال القبال. والله انا ما كذبش عليكم، ما كنت نفضهم بالحق يتنحى رمل، اما مش معناها نغسلوا. فوالا لهنا حطيتهم تغسلوا، حتى السكان هو بلاستيك ونضيفهم في حاجه، حطيتها مع الحوايج زاد غادي ما حبش تسكروا، مدى زيت الحوايج بالكدا، مش معناها الحوايج برشا اكثر من طاقتها، اما جيت في الباب حسيلو فما قطعه من الحوايج جيت في الباب، لهنا سكرت وخليت تغسلوا، حطيت لهم ساعه بالضبط تغسلوا على راحتهم. فوالا لهنا كملوا تغسلوا صايي، وبعد باش ننشرهم بالطبيعه. هاكا الفيديو مزيان حافل فيه برشا، عسيلو فيه نهاري من الاول للاخر، ما عداه هذيك نتاع الفطور الصباح، هذيك العجه نتاع البدايه نتاع الفيديو، هذيك المقدمه. اللي تحب تتشجع ولا تحب تتنشط تحط الفيديو تتفرج. وما ما تنسوناش عندك الجيم، وما تنسوناش اذا كان حاجه واحده يحب يعلق، يحب يقول لنا حاجه، مرحبا بكم، مرحبا بكومنتاراتكم. القناه منكم وليكم، ونخليكم في امان الله، نخليكم في وديعه ربي. نتقابلوا في فيديو ما اهم وما خير، تبقوا على خير وبسلامه. ومره اخرى ما تنسوناش الاشتراك في القناه الناس اللي ما اشتركتش، الجماعات اللي تتفرج في الفيديو للاخر، حاجه مش مكلفه. تبقوا على خير وبسلامه مره اخرى.